طبعا المحاولات جارية في الصعود من الشباب، لكن العرقوب وايد كبير مستحيل يوصلون هي اللي هم مزودين. كان بيوصل لكن في آخر لحظة خلاص. سوي لك حلقة وتعال عادي. روح 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 روح. عادي ونزل عادي. هاي ورا هذا خلاص. يلا يلا يلا. عم حسين شو جاسم؟ سلامات؟ حبتين ما فيك شيء ان شاء الله؟ الحمد لله الامور طيبه الحمد لله ان شاء الله ما فيك شيء. يلا 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 يا اخوان يلا. هي يا عيال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا الامور طيبه. هذه اجواءنا من فوق عراقيب ليوة. ما شاء الله الشباب اليوم هنا صراحه منظر فظيع. طبعا هذاك المنظر هناك اللي وين تصعيد الدراجات والسيايير، هذا هني في الليل بيكون حافل طبعا محمد انجلب والحمد لله عدلناه الدراجة. هلا هلا محمد هلا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم. جاسم ومحمد امورهم طيبه. امورهم طيبه 200 ان شاء الله. طبعا هذا المكان بعد جديد. الشباب بعد ما خلوا بقعه ما في ليوه ما طلعوا لها عراقيب يصعدون عليها جديده والقديمه. وهذا مكان جديد غير عن المكان اللي هو فيه تل مرعب. هذا ورا من مرعب بمسافه كبيره يصعدون ما شاء الله. كل الكرفانات وانواع الكرفانات اللي في العالم موجوده هنا. الامريكي، الصيني، المحلي، كله موجود. كله موجود. وعندهم السنه خدمه وايد جميله يعني اللي هي توفير الماء وتوفير الكهرباء لكل الاماكن اللي فيها مخيمات. طبعا اللي هو رسوم رمزيه للكهرباء والماء. فعلا المكان يستاهل واحد سنويا انه يخطط لهذا المكان.
المهرجان هذا جدا تقريبا 6 أيام، لأن في إقبال كبير جدا. الناس كلها طالبت تجديده وما قصروا الجماعة المنظمين، عطوهم أسبوع زيادة يعني. وهني بعد هني حلبت مسابقة، سابقون سيايير اللي تحت. تبارك الرحمن ما شاء الله، كلهم شباب من الإمارات، وأيضا الأخوة السنة هاي حتى الأخوة المقيمين في البلد موجودين، والكل مستمتع في مرعب في منطقة ليوة الغربية. سيارات السبورت والدراجات، أعتقد أن هذا المكان هو الأفضل في الإمارات وفي الخليج أيضا، لأن المكان هذا مرتب بطريقة يعني فعلا جميلة، كل شيء فيها، حتى الخدمات اللي الإنسان اللي كان يفتقدها راح يلاقيها هنا بكل سهولة. مطاعم، محلات، الصيدليات، البترول، المراحض العامة الخاصة راح يمدوا له كهرباء وماء، ممكن يخيم، يعطونه مكان يخيم فيه ويسكن فيه. وإذا كانت عندك أيضا بعد عربة اللي هي كرفان، ممكن يوصلوا لك الكهرباء فيه، يوصلوا لك الماء. طبعا سعر رمزي مثل ما قلت لكم، سعر فعلا ما ينذكر. هذا مخيم الشباب مسوينه ما شاء الله من اول بدايه الاجازه هم هني. طبعا المخيم هذا فيه كل الخدمات اللي حطتها الحكومه، كيبل الكهرباء موجود، والماء التبريدات موجوده. فيها طبعا الكرفانات اللي نحن جايبينها، الشباب جايبينها، وفيها ايضا خيم، اللي يبغي يحط خيمته هناك. ما شاء الله الشباب اللي جايب خيم، اللي جايب له كرفان، وفي كرفانات بعد للاجار، اكثر الكرفانات موجوده يأجرونها هني. اللي يبغي يأجر كرفانات مغاسل مثلا، حمامات، تكرمون، موجوده هذه مثل هذه لإيجار، اخذناها وأجرناها. طبعا الخيم هني فيها منها مطبخ، فيها الأغراض حق الطبخ. هناك أيضا بعد وحدة كرفان حق الشباب. هني الكرفانة مال الشباب حاطين فيها أيضا أغراضهم، ويرقدون هناك شوي معتزلين وراء، عشان الأصوات ما تكون، لأن فعلا في الليل أصوات كل مكان الواحد يسمعها ما يقدر يرقد. ولكن هي متعة، كلها كم يوم الواحد في الشتاء يستمتع في الجو. انك تختار كوفي معين، لان كله وايد هنا كوفيات ومطاعم، لكن جرب الكوفي اللي هو تشوفه يعني اكثر تخصص للكوفي نروح له، لان في بعضهم يبيع لك كوفي، يبيع لك اكل، يبيع لك كل شيء، حلويات، هذا بتاع كله. انا ادور المتخصص، مثل هذا يسوي فطاير، عندنا فطاير، انا ادور كوفي اللي هو سبيشاليتي، هذا الوحيد اللي هو مكتوب عنده سبيشاليتي. ما شاء الله مهرجان، فعلا المهرجان السنة هذه لا مختلف تماما عن كل سنة. السنة هاي مختلف تماما عن كل سنة فعلا. يعني المطاعم الموجودة ما كانت السنة الماضية موجودة كلها. السنة هذه حتى الناس ما شاء الله أكثر عن السنة اللي فاتت. كل سنة مرعب يتغير، كل سنة هذا المكان يتغير وأفكار جديدة، التنوع حتى في المطاعم، تنوع فعلا السنة، التنوع في المطاعم، الاختيارات أكثر، الخدمات أفضل. راح ندخل منها للحلبة. الحلبة هاي ما تدخل فيها الدراجات والنوع، بس الناس يدخلون
المكان عشان بس يشوفون المهرجان هذا والمسابقة. المسابقة الرياضية هذه بس خطرة يعني من المسابقات اللي فعلا الشباب يعشقونها، شباب بالذات أهل الخليج يعشقون السيارات الرياضية. الشباب ما شاء الله جايين، نعيم ولد اختي وولده وولد اخوه كلهم ما شاء الله متواجدين ويانا هني ما شاء الله. العالم كلهم بارزين، ناس قاعدة، ناس قاعدين مبسطين. ابو عبد الرحمن وين؟ كل قاعد كل مبسط هني ما شاء الله. هذا جاسم بعد متدثر. برد يا اخي، برد انا سبره. ما قدر، فشل. هذا المكان هو حق اللي راح يصعد دراجات ولا سيارات من خارج السباق، وبينهم وبين الحلبة فيه عاملين حاجز. الحاجز هذا هو فيه جماهير موجودين هنا. بعد الجماهير يأتي أيضا حاجز آخر اللي هو فيه حلبة السيارات. هذا حادث حريق السيارة، لحظة الحريق يعني. من الحوادث اللي تصير في هذه السباقات، هذه المشكلة، هذه أكبر مشكلة. لكن الحمد لله ان السائق طلع بسرعه من السياره. السيارات هاي مزوده باجهزه، والاجهزه هاي كلها غاز. هاي مشكله. استغنى عن خيمتي طبعا، لازم هاي تكون في كل مكان انا اخذها، فيها أغراضي، في كل شيء وارقد فيها. الحين بنام، فدخلت الخيمة الصغيرة والخيمة الكبيرة عشان أسوي لي غرفة وصالة على قولة أبو محمد. الحين تصبحون على خير، لأني خلاص 3:30 مش قادرين نرقد، ولازم أحط راسي وارقد عشان أقوم على الأقل على 12 الظهر أو 11 بإذن الله. تصبحون علينا وأصبح الملك لله الواحد القهار، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أصوات والله يا جماعة الخير، يا هي أصوات، والحل في هذه الأصوات وعزل الأصوات الخارجية هو استخدام مال الأذن. في نوعين، في نوع العادي اللي هو مثل القطن، وفي نوع اللي هو السماعات اللي هي مال الايفون، تستخدم حق الايفون، فيها سيستم عازل الصوت. اللي يبغى لازم تكون عنده هذه الاشياء حتى يقدر انه يعزل الصوت الخارجي ويقدر ينام، لان الاخوان هني لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، تبارك الرحمن ما شاء الله. كل الناس ما شاء الله اللي راقدين فوق اظني حاطين سماعات، ولا ما حد يقدر يرقد، يعني ابو حد يرقد على راس العرقوب ويسمع الاصوات هاي كلها. ناس شغاله تبارك الرحمن ما يرقدون. ربعنا رقود هني، حد منهم في كرفان وحد منهم في الخيم، ما في هذا المخيم كلهم ربعنا ما شاء الله راقدين، حد منهم فريخات راقدين ما شاء الله. هذي فروخ بعد رقدوا ولا عليهم، كنا صراحة ما ياني رقاد، نعم إن ما ياني رقاد.
الشباب مال رفاعة هني. جو حلو، قمنا على جو قوي ما شاء الله هني، بارد. هذا نعيم سوى له بيض، تعال سوي بيض وارقد. صباح الخير صباح الخير صباح الخير، ايش حالكم؟ شو اصبحتوا؟ ابو عبد الرحمن شو تسوي؟ بيض طماط. خلطنا. بيزعلون عليك العيناوية، لا تقول لي خلطناه. ترى الاسبوع الجاي وياهم بيخلطونكم خلاط. ايه ما يلعبون هذيلا. اهلاوي بيخلطونك، ما عندهم هم. ايه. صباح الخير صباح الخير جاسم، ايش حالك؟ شو اصبحت رقدت جاسم؟ يا سلام، لا تقول مرة الساعة 3 انا حطيت راسي ورقدت، والحين نصنع البيض. ايه زين، ومع الزعترات وزيت زيتون. ايه واللبنة طال عمرك 200. يا سلام. الهليكوبتر بعد ما شاء الله هني. احنا ما شاء الله مكاننا مقابل على طول، مقابل الفعالية. هاي الانطلاقة الحين بنروح نقطع ويا الشباب ان شاء الله. رابط شو اليوم؟ مرحبا. وين بتودينا ان شاء الله؟ والله ان شاء الله كنشتغل ورا العراقيل. ايه ونزيد ان شاء الله عند العرض. بتغيرون المسير اليوم، تغيرون المكان؟ نعم نعم. فعلا انت خطير. اللي سويته هذا ساعة قبل شوية هذا عمل راقي، ما كنت اتوقع انك انت ما شاء الله تجتاز هذه المرحلة، لكنك نجحت. عارفين الشغلة الحين. ليش في المحلات ما شيء؟ في المحلات هذا اللي يقصدوني انا، لكن معلش كل ما اظهر وياهم والله عزوم يقول اني انا، لكن ان شاء الله ما يستوي شيء. انا ويا فهد ويا حماد ويا العرب ما سواب نجيب الا يوم رجالي ويانا، البارحه رجالي وتلعب. طيب هذه الحين على اساس نصلحها، السير انقطع. اذا الحين بيصلحونه بتمشي، لكن اذا ما لازم نجي نروح نبي لها قطع غيار، قطع غيارها داخل المدينه. فما نعرف هل راح تمشي ولا ما راح تمشي. هني ما ركبها هني لحظه شويه. تشوف هذا شويه يعزون لك هذا البوليان. لا غلط، هذا ليش منظرها الجميل، الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن تستمتع فيه. ليوه فعلا ممتع. شوف السيارات من كل مكان، من كل دول الخليج موجودة. السنة غير، السنة غير. وهذا هو استمتع الحبيب. ايوه السلام. هاي الاصوات اللي تسمع حق اليوم. انا بس ابغى اعرف المتعه فيها شنو. الحين الناس رقود، الساعه 3 الناس راقده، يظهر هذا واللي وياه طيب ما في حد يصفق لك يا عزيزي، الناس راقده، روح ارقد، اهيع، ريح ملائكه ما ترتاح انت. مستحيل يرقدون، رقاد ما في، ما حد يرقد. هناك الزباله موجوده. ليش يعني؟ ليش؟ انت خلصت من المكان يا اخي، الزباله هاي حطها في السياره، دبت السياره، وصل لنا قدام بتلاقي اماكن حق رمي
النفايات ولا الصخمة. ليش؟ يعني ما ادري ليش، ما ادري، انا ما اعرف شو المتعة في الموضوع هذا، انهم يوسخون ويتركون مخلفاتهم في الارض ويروحون مكان جميل وراو جماعة كبيركم وامن وامان وشرطة وخدمات، كل شيء مسوي، لكن العقول لازم تتغير. انا معاهم لو سووا الدخول بفلوس لكل مخيم لاي سيارة تدخل اصلا، على اساس انه يطلعون حتى جزء من تكاليف التنظيف. هذا المنظر الليلي لهالمدينة الجميلة المرعب. طبعا المحاولات جارية في الصعود من الشباب، لكن العرقوب وايد كبير، مستحيل يوصلون هنا الا اللي هم مزودين. الحين الالعاب النارية ما شاء الله بدت، لان اليوم الظاهر مش الختامي، لان بكره الختامي على ما حسب ما سمعنا، ان نهاية المهرجان بيكون بكره. بداية سنة جديدة، الله إن شاء الله يجعلها سنة مباركة علينا وعليكم جميعا.